ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل شوية قرص طرية حلوة جدا واقتصادية خالص وطالعة سفنجية جدا، وهنقطعها بطريقة جديدة أول مرة تشوفيها على اليوتيوب. طالعة طرية وسفنجية خالص واقتصادية كمان. هنعملها بدون حليب، بدون بيض، وبدون سمنة، وبدون زبدة، وزي ما انتوا شايفين هشة وطرية وسفنجية وكمان مستوية، يعني تمام التمام. بجد بجد حلوة جدا مع كوباية الشاي، حلوة جدا تاخديها معاكي ايه الشغل. بجد بجد لازم تجربوها، لان لو ما جربتوهاش هتندموا جدا. تعالوا نشوف الطريقة اللي عملنا بيها القرص القمر دي. عندي كيلو من الدقيق متعدد استخدامات ومنخول كويس، عليه نص معلقة صغيرة من الملح، عليه كمان معلقة صغيرة مليانة من خميرة الحلويات اللي هو الايه البيكنج باودر. عندنا الكيس دوت هناخد منه معلقة صغيرة مليانة، هي دي المعلقة، تمام كده، معلقة صغيرة مليانة، ونحطها على الدقيق ونقلبها ونقلب الدقيق بتاعنا كويس. بعد ما قلبنا الدقيق كويس زي ما انتوا شايفين هنركنه على جنب. تعالوا بقى نشوف باقي المكونات بتاعتنا اللي هي اقتصادية جدا. عندي كوباية مية دافية اللي هي 200 مللي من المية، وعليها كيس من الخميرة الفورية اللي هو بمقدار معلقة كبيرة، وعليهم كمان كوباية من السكر اللي هو بمقدار 200 جرام من السكر. ونبتدي بقى نقلب كويس لغاية ما السكر يدوب خالص هو والخميرة مع كوباية المية. هنا بقى انا استخدمت المية دافية، ما تستخدميش المية سخنة. لو استخدمت المية سخنة هتبوظ معاكي مفعول الخميرة وتخلي العجينة ما تختمرش معاكي وحجمها يتضاعف. فلازم المية تكون دافية ما تكونش سخنة، تمام كده. بعد ما قلبنا السكر كمان والخميرة مع المية، ضفنا معلقة كبيرة من الخل الابيض ونص كوباية من الزيت، والزيت هنا 100 مللي من الزيت. وعاوزه اقول لكم ان الزيت اللي تستخدميه لازم يكون زيت نضيف مش زيت التومين. ليه مش هنستخدم زيت التومين؟ لان ساعات بيجي في زيت التومين بيكون فيه ريحه كده، فاستخدمي زيت نضيف ما يكونش ليه ريحه عشان القرص تطلع معاكي حلوه وطعمها حلو كده. بعد ما قلبنا السوائل كويس جدا مع كوبايه السكر مع معلقه الخميره الفوريه، هنبتدي بقى نضيفها على على كيلو من الدقيق. تعالوا بقى نضيفها على كيلو الدقيق بتاعنا. وزي ما اتفقنا ان كيلو الدقيق بتاعنا منخول كويس، عليه معلقه صغيره من البيكنج باودر، عليه نص معلقه صغيره من الملح. هنضيف بقى السوائل بتاعتنا كلها ونشمر ايدينا ست الكل، ونبتدي بقى نعجنها. خلي بالكم انا عندي كمان كوبايه من الميه، كوبايه ميه كمان معايا على جنب. هبتدي بس الم العجينه كده بايديا، وبعد ما الم بقى العجينه هبتدي بقى ازود الميه شويه بشويه لغايه ما العجينه تلمي معانا خالص. شايفين انا هزود الميه شويه بشويه. طب ليه ما حطيتش كوبايه الميه دي مره واحده؟ لان في دقيق بياخد سوائل كتير وفي دقيق بياخد سوائل قليله، يعني في دقيق بياخد ميه كتير وفي دقيق بياخد ميه قليله. فانت زودي كوبايه الميه شويه بشويه لغايه ما العجينه تتعجن معاكي وتكون عجينه مطاطيه، عجينه ناعمه ما بتكونش بتلزق في الايد. كوبايه الميه اللي انا بحطها شويه بشويه دي كوبايه ميه دافيه. طب قد ايه بالظبط؟ 200 مللي من الميه. يعني ممكن دي ياخد الكوبايه الميه دي كلها، وممكن الدقيق دوت ياخد الكوبايه ويخلي منه معلقتين، تمام كده. هنبتدي بقى نعجنها بايدينا يا ست الكل، ما بتاخدش 10 دقايق عجن. بجد بجد الطريقه سهله خالص، بلاش تحكموا على الحاجه غير لما تجربوها، لان بجد بجد ريحه المخبوزات حلوه جدا في البيت، وكمان متاكده من نظافتها، متاكده من مكوناتها. وكيلو الدقيق ده عمل لي 25 قرصه، وانتوا شفتوا القرصه حجمها كبير وحلوه قد ايه. شوفي بقى لو كنت هتشتري ال 25 قرصه دي من الافران هتشتريها بكام؟ كيلو الدقيق ب20 جنيه، وعليهم كوبايه من السكر، وعليهم نص كوبايه من الزيت، يعني مفيش تكلفه خالص. بعد ما العجينة عجناها كويس وبقت عجينة مطاطية ناعمة زي ما انتوا شايفين ومش بتلزق في الايد، لفيناها على شكل كورة، ونفس الطبق اللي عجنا فيه حطينا شوية زيت صغننين، ونبتدي ننزل بالعجينة بتاعتنا اللي لفيناها على شكل كورة، ونغطيها ونسيبها في مكان دافئ لغاية ما تكلبس كده وحجمها يتضاعف معانا. حجمها اتضاعف ما شاء الله وكلبظت معانا. نبتدي بقى ندهن ايدينا شوية زيت ونلف العجينة كده على شكل كورة وننزل بيها على الرخامة. وتعالوا بقى نشوف الطريقة الجديدة اللي أول مرة تشوفيها على اليوتيوب، إن احنا هنقطع القرص الطرية بتاعتنا بأي كوباية عندك. أي كوباية موجودة عندك
هتقطعي بيها القرص وهتطلع معاكي مدورة وفي منتهى الجمال. هتجيبي بقى الكوباية وتاخدي حتة زي ما انت شايفة من العجينة وتلفيها على الرخامة، وهتطلع معاكي الكورة زي ما انت شايفة كده ملفوفة حلوة جدا. احلى كتير لما تلفيها على الرخامة، او احلى كتير كمان لما تلفيها على ايدك. لو عندك كمية عجين كتير موجودة عندك هتقطعيها في 5 دقايق، مش هتاخد وقت خالص، لان بجد لما قطعتها بالكوباية ما خدتش معايا وقت خالص. حلوة جدا الطريقة ديت، اول مرة اجربها معاكم بس عجبتني جدا، وكمان ما خدتش معايا وقت خالص. قطعت العجينة دي في 5 دقايق، ما خدتش معايا وقت. عاوزة بقى العجينة، عاوزة القرص قصدي حجمها كبير تستخدمي كوباية بقها كبير، عاوزة القرص حجمها صغير استخدمي الكوباية بقها صغير. تمام كده. هنجيب بقى الصاج بتاعنا وندهنه شوية زيت، ونبتدي بقى نحط القرص بتاعتنا. خلي بالكم انا نسيت اقول لكم ان بعد ما بتلفيها بالكوباية على الرخامة لازم تقفليها من تحت كويس جدا، وتحطيها في الصاج اللي انت دهناه بشوية زيت صغيرين. بعد ما حطيتها في الصاج زي ما انتوا شايفين، نبتدي بقى نفردها بكفة ايدينا، او بتفرديها بصوابعك كده، ما بتاخدش وقت خالص. بعد ما بتفرديها بايديكي زي ما انت شايفة كده، بتغطيها وتسيبيها على الرخامة لمدة نص ساعة. هنا بنسيبها تختمر للمرة التانية عشان تكون معاكي طرية وهشة وفي منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين فردناها، بس لازم تفرديها مش رفيع قوي. تغطيها بقى وتسيبيها لمدة قد ايه؟ لمدة نص ساعة. دي العجينة اللي فاضلة معانا، يعني دي تقطع معايا حوالي سبعة من القرص، دول 18-25 قرصة كده. زي ما انتوا شايفين بعد نص ساعة حجمها اتضاعف وزي ما تقولوا قلبظت شوية اهي. نبتدي بقى ما ندهنهاش اي حاجة، ما تدهنيش القرص اي حاجة، وتدخليها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف الاوسط. وبعد ما بتحمر من تحت بتولعي لها من فوق وتطفي من تحت. ما بتاخدش ربع ساعة بالظبط على درجة حرارة 200. وأول ما بتخرج من الفرن بتغطيها بفوطة مطبخ نضيفة وتسيبيها ربع ساعة متغطية. هتطلع معاكي هشة وطرية وسفنجية زي ما انت شايفة كده. بجد بجد طريقتها سهلة جدا، بس أهم حاجة لما تدخليها الفرن تحطيها على الرف اللي في النص، الرف الأوسط على درجة حرارة 200. أول ما تحمر من تحت وتاخد لون ذهبي من تحت تدفي من تحت وتولعي الشواية من فوق. بجد بجد التسوية بتاعتها حلوة جدا، طرية هشة جدا واسفنجية اقتصادية زي ما قلت لكم. مفيش بيض، مفيش سمنة، مفيش كمان قصدي زبدة. يعني طريقتها سهلة جدا واقتصادية. جربوها بقى، ولو عجبكم الطريقة بتاعتي وعجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير مع اصحابكم. وكمان يا ريت تشتركوا معايا وتنوروا قناتي وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا منزله. طعمها حلو جدا مع كوبايه الشاي، كان نفسي ان انتوا تكونوا معايا عشان تدوقوها. طعمها حلو جدا. يلا جربوها وبألف هنا.